اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخواتي وحبايبي في الله، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير، بقالي كتير جدا جدا ما صورتش معاكم فيديوهات، بس والله غصب عني وما كنتش بعرف افتح كاميرا. طبعا اللي يعرفني طبعا كان عارف ان ابني في المستشفى وكان محجوز في الرعاية، وقعدت حوالي شهر والله، قعد 25 يوم في الرعاية. كمان انا كنت كتبت لكم على المنتدى ان ابني طبعا في الرعاية، علشان ايه اخواتي وحبايبي برضو يعرفوا. خلاص الحمد لله عدت على خير، وابني قام بألف سلامة، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. ربنا يشفيه يا رب، ويشفي كل مريض ويعافي كل مريض، اللهم امين. ويرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. هنعمل النهارده مع بعض غدا كده، هنعمل سمك. معايا سمك بلطي وسمك مكرونه وسمكية كده واحدة ماكريل. هنحشيها ايه؟ هنعملها سنجاري كده في الفرن. تمام. هو ما شاء الله السماك منضفه فاتح قلبه، بس انا بعيد عليه تاني. تمام. برضو بمسك البلطية كده بجردها بالسكينة، لو فيها قشرة مثلا مركونة او هو مش مطلعة كويس طبعا انا بشيلها، واي زوايد بشيلها بالمقص زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنضف بقى السمك الاول كده، التتبيله بتاعتنا الخطيره اللي احنا متعودين عليها. بنحط له بقى تتبيله حلوه جدا جدا كده، وحبه توابل كده هيخلوا السمك معاكي ده يودوه في حته تانية. بس كده زي ما انتوا شايفين هنضفه بقى كده وتنظيفه حلوه. وبعد ما ننضفه تعالوا بقى نشوفه بعد ما نضفناه مع بعض. بس كل الزوايد بقى اي حاجه بقى دي الزياده بتشيليه، اي حاجه خيشيم كده في الراس برضو بشيلها. هو برضو جاي من عند السمن بتاع السمك فاتحه، وشايل المصارين وشايل البطن وشايل كل اللي فيه، بس لازم برضو احنا بنعيد عليه وبنشطفه كويس. قعدت ادور على الفرشه بتاعه السمك فما لقيتهاش، فتمام، فمش هنقف على حاجه يعني. كنا الاول من غير فرش كنا بننضفه بايدينا وبنخليه زي الفل. بس تحت الميه بقى كده، وانا بايه عماله ايه واحده واحده بنضف فيه. تمام. بعد ما نضفته بقى وخلصته كله اللهم بارك، تعالوا بقى كده بصوا معايا بقى ما شاء الله فله. معايا الهريسه بتاعتنا، شايفين دي المكرونه وادي البلطي. الهريسه بقى اللي احنا متعودين بنعملها وبنخزنها في الفريزر للسمك، للبتنجان المقلي المخلل. بصوا بقى ده توم وفلفل هريسه. تمام. ضرباه في الكبه كده وحط له ملح. بنزود عليه ايه بقى؟ الكمون، انتوا عارفين سمك يعني كمون، وتوابل سمك. ومعايا 4 أو 5 ليمونات كبار كده حلوين هنعصرهم عليهم. لو عندك خل هتضيفي معلقه خل. تمام. عايزه تضيفي اي اضافات تانية انت بقى براحتك خالص. دي انا حطيت كمون طبعا زي ما قلت لكم، السمك روحوا الكمون. حطيت ليمون والملح بتاعه فيه، والملح في الدقه زي الفل. حطيت ليمون وخل لا ما حطيتش خل، ليمون وكمون. لو ما كانش عندي خل، لو كان فيه كنت حطيت معلقه. ومسكت بقى السمكيه اللي هي الماكريل كده، مسكتها كده رحت متبلاها برضو وركنتها على جنب. وبمسك البولتي بقى قلبه كده من بره ومن جوه، وبروح متبلاه علشان يشرب من التتبيله. خلاص. وبنفس الطريقه برضو السمك اللي هو المكرونه دوت، دي مكرونه كده اللي هي مشوكه واحده دي بيقولوا عليها كده. فمسكتها برضو تبلتها تتبيله حلوه كده زي ما انتم شايفين معايا. وبعد ما تبلتها بقى هركنها شويه تاخد وتدي كده مع نفسها عبال ما نروق شقه ولا نعمل اي حاجه. خلاص. معايا بقى ايه بعد ما السمك بتاعي اتبل؟ تعالوا بقى نعمل الماكريل الاول. طبعا طريقتي في الماكريل انا عملته كذا مره معاكم على القناه، فاللي لسه اول مره يشوفني حطوا بقى لايك للفيديو كده لو عجبكم، وشوفي الطريقه دي وان شاء الله هتعتمديها. حطيت شويه زيت كده صغيرين، حوالي معلقتين زيت، وبصلايه واحده لان هي سمكيه واحده، فانت بتحطي البصل او بتحطي الحاجه اللي هتحشي بيها على قد الكميه اللي قدامك. حطيت بصلايه كده مع شويه الزيت، هقلبهم الاول بحيث البصلايه تدبل وريحتها تطلع. بعد ما البصلايه ما تدبل بقى معايا ايه؟ معايا فلفل الوان، معايا فلفل اخضر رومي، ممكن لو حابه تحطي سبايسي. معايا جزرايه مبشوره، ومعايا طماطمايه شايله القلب بتاعها ومقطعها حتت صغيره. بشيل قلب الطماطمايه عشان ما تطريش السمكيه. تمام. نزلت بقى بالفلفل والجزر الاول كده على البصلايه واقلبه دقيقتين كده، وبعد كده هنزل بالطماطمايه. بس قبل ما انزل بالطماطمايه هنحط التوابل الاول. معايا بهارات سمك، معايا كمون، معايا رشه فلفل اسمر، معايا رشه كزبره ناشفه، ورشه ملح بسيطه لان السمكيه بتاعتي متملحه ومتبله زي الفل. خلاص. يبقى حطيت ايه بقى على الخلطه الجميله دي؟ رشه كمون، رشه توابل سمك، معايا رشه كزبره ناشفه ورشه ملح. وبعدين قلبتهم كويس جدا، وبعد كده نزلت بالطماطمايه. الطماطمايه انا شايله القلب بتاعها على الميه الطريه دي خالص ومقطعاها قطع صغيره، يعني كده ايه من الاخر اخدت اللحمه بتاع الطماطمايه بس. شايفين الجمال؟ معايا بقى ورقه فويل
هحط معلقه زيت وادهنها بالفرشه كده كويس. لو عندك عزومه ولا هتعزمي حد على اكله سمك، اعملي السمك الماكريل ده بالطريقه دي، اقسم بالله هتدعيلي، وبجد اللي هياكله من ايدك هيقولك ما شاء الله تسلم ايديك. كده خلاص وزعت بقى الزيت على ورقه الفويل الفرشه كويس. جبت منديل مطبخ ونشفت ظهر السمكيه حلو جدا، وبعد كده حطيت السمكيه وابدا الم الورق الفويل بقى، هياخد شكل السمكيه يعني زي شكل مركب كده زي ما انتوا شايفين معايا كده، بس ولا في اسهل ولا احلى من كده. بس كده اللهم بارك زي الفل. جبت بقى الخلطه بتاعتنا الجميله اللي انا عاملاها دي، اعتمديها بجد والله يا بنات، بجد والله العظيم بجد بتودي السمك في حته تانية، غير ما بتحطي كل حاجه نيه. اعملي زي ما انا بعملها كده تحفه، وهيدخل الفرن معاكي حوالي نص ساعه وهيطلع هتاكلي احلى سمك ماكريل معمول سنجاري فوق الوصف. ليمونه بقى كده وهروح مقطعه شرايح واحطها على الوش. حابه تحطي فص توم متخرط تمام، انا علشان الدقه فيها توم فما بحبش اكتر توم قوي. تعالوا بقى نتبل السمك اللي احنا هنقليه. خلاص معايا كده حبه دقيق ومعلقتين كركم او معلقه كركم كبيره، لو متوفر عندك نشا حطي نشا. النشا بيعمل كفر تحفه من بره للسمك، ما يخلوش طري، بيعمل كفر مقرمش كده حلو قوي. بس انا دورت في التلاجة ما لقيتش نشا، وطبعا ما عنديش حد ينزل كله بره، فانا كسلت انزل اجيب يعني، فاللي عندي اشتغلت بيه على طول. خلاص يبقى تحطي دقيق كركم معلقتين نشا على الدقيق تمام. وبعد كده تروحي بقى ماسكه السمك تعفريه كده بالدقيق وتركني بقى شويه براحتك، هتقلي على طول زي ما انا ما عملت زي الفل قوي. بجد والله العظيم كنت زعلانه جدا اني ما بفتحش معاكم كاميرا، بس والله يا بنات غصب عني. انا ابني خرج من المستشفى يعني قعدت شهر بجد، شفت العذاب اللي في الدنيا كله مع ابني، الحمد لله على كل حال. وبعد ما خرجت من المستشفى بقى قلت انا هروح اريح وانام وافوق. خرجت لقيت حماية تعبان يعني، بصوا بقيت من هنا لهنا يعني انا ما ارتحتش، فالحمد لله على كل حال. وربنا يشفي حماية ويشفي ابني ويشفي مرضى المسلمين اللهم امين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. فالحمد لله بقول لكم هو كله بيجي ورا بعضه. وجارتي حبيبتي وعزيزة عليا وعلى قلبي بجد، دي بقى اللي انا استقبلت خبر وفاتها بجد يعني، الله يرحمها رحمة واسعة، الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها ويغفر لكل امهات المسلمين، الله يرحمها. بعد ما بقول لكم ابني خرج من المستشفى وجي حمايه وجي موت جارتي وحبيبتي وعلى الاقل مش اقول لكم جارتي دي امي التانية الله يرحمها ويسامحها، فكله جه ورا بعضه، فالحمد لله على كل حال. بعد بقى ما حاطين السمك طبعا بتقلى، معلش سامحوني لو كنت اتقلت عليكم بالكلام. كده خلاص السمك بتاعنا خلاص اخد لون، فبقلبه على الوش التاني. وفي حله كده حطيت حبه زيت، وبعد كده خرطت بصل، وهنعمل رز صياديه او رز السمك. طبعا ايدي هنا وايدي هنا وايه، وشغالي حالك يعني متقفيش على حاجه واحده، طول ما انت واقفه على البوتاجاز بتعملي كذا حاجه. البصله بتاعتي هتاخد لون كده حلو وتصفر واحنا بنقلي برضو. جبت بقى ايه صينيه وحطيت عليها منديل مطبخ علشان اطلع السمك. اول ما السمك اخد لون ذهبي حلو كده ومقرمش بطلع على طول. انا بدات كده قليت السمك المكرونه الاول وبعد كده نقلي البلطي. بس كده اللهم بارك، حاجه كده زي الفل قوي. طبعا كنت خلصت قليه السمك بقى خلاص، والبصله بتاعتي اخدت لون ووطيت عليها النار خالص. جبت بقى كسرولة كده او طاسه على العين التانية وحطيت فيها معلقتين سكر. ليه معلقتين السكر دول يا ناديه؟ انا بحب اكرملهم واحطهم على رز الصياديه. ممكن ما تكرملهمش في طاسه زي ما انا بعمل كده، ممكن وانتي بتحمري البصليه تحطي معلقه سكر، برضه هتحطي السكر على حسب كميه الرز اللي انتي عاملاه. انا اللهم بارك عامله كيلو ونص من الرز، هتحطي نص كيلو رز او كيلو رز هتحطي معلقه سكر ما يكونش مليان قوي تمام. كده خلاص الرز بقى ايه رميته على البصله كده واقلب واشوح الرز بالبصلايه، ومعلقتين السكر بيكرملوا معايا على العين التانية. معلقتين السكر دول بيخلوا الرز الصياديه بيوديهم في حته تانية. خلاص شوحت الرز، حطيت توابل سمك، حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت رشه فلفل اسمر، وهقلب كويس جدا جدا. وبعد ما يتشوح معايا ميه مغليه سخنه كده هروح ساقيه بيها الرز خلاص، وهظبط بقى الحدق بتاعه. بس كده ايه الاول المعلقتين السكر الكرملوا هنزل عليهم بشويه ميه سخنين علشان يفكوا تمام، وخلي بالك علشان ما يطرطشكيش تمام. خلاص كده زي الفل قوي. بس هشيل بقى حبه السكر اللي اتكرملوا على الرز واقلب كويس جدا جدا، وهظبط وادوق. لو محتاج ملح هحط ملح تاني، مش محتاج خلاص هغطي الرز بتاعه، محتاج شويه ملح.
هغطي بقى الرز واسيبه يغلي غلوتين، بعد كده بهدي النار عليه. نعمل طبق سلطه بقى عقبال ما الرز بتاعنا ما يدخل كده او يتشرب. معايا طماطميتين، خيارتين، معايا بقى الخضره انا مخرطاها اللي هي بقدونس، ومعايا جزريه مبشوره خرطتهم بس علشان ما يبقاش الفيديو اطول من كده عليكم. هعمل بقى كده ايه، هعمل السلطه تمام كده زي الفل قوي. نعمل بقى طبق سلطه. وجيت ادور على بدنجان عشان اعمل بابا غنوج في التلاجة، ما لقيتش. انا بحب اعمله جنب السمك، بحب اكله قوي قوي مع الرز الصياديه. اللي زي كده بقى يكتب لي في الفيديوهات ويقول لي. بحب البابا غنوج جدا جدا مع السمك والرز الصياديه، بحس ان كده حاجه جميله كده، احلى من الطحينه كمان، او احلى من سلطه الطحينه. كده خلاص قطعت السلطه، نزلت بالخضره. طبعا مش هقلب السلطه دلوقتي علشان ما تطراش، هركنها عقبال ما اخلص واغرف. واخر حاجه السلطه بقلبها. تمام. شايفين الرز وجماله يا بنات؟ الله الله، ريحته تحفه تحفه. ايه رايكم؟ حبه رز صياديه عسل خالص. نشوف الرز بقى لو استوى خلاص هنطفي عليه، لسه شويه، يبقى هنسيبه شويه ونوطي عليه خالص خالص مع البخار هيستوي. هسيبه شويه كده حوالي 5 دقايق وبعد كده هطفي عليه النار. وده كان غدانا النهارده. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا كلها. عملت الرز وعملت السلطه وقليت السمك، وادي السمك اللي هو السنجاري، اللي هي السمكه الماكريل اللي عملتها سنجاري تحفه. شايفين الرز مفلفل ولونه تحفه ازاي؟ وادي السمك السنجاري بصوا بجد مستوي دايب. وادي السمك المكرونه شايفين قلبها تحفه. بألف هنا وشفا للي ياكل. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو.